السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا دائما على خير وبخير وباحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبتكم فيديو جديد، وصفه جديده بعد هذا الغياب الطويل لظروف ما. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تعاودوا تدعموني وتعملوا لي لايك للفيديو. اللي باقا ما اشتركت عندي تشترك، مرحبا بها. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الكيك اللي كيجي خطير في المذاق ورائع، لا في الجماليه ديالو ولا في المذاق ديالو، ديال القرقاع والجزر مع واحد الكريمه كتجي رائعه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم، وتبعوني حتى الاخر ان شاء الله وتشوفوا الوصفه. نبداو بسم الله على بركه الله مع المقادير وطريقه التحضير. هنايا كما كتشوفوا معايا بالنسبه للمقادير، خديت هنا 4 ديال البيضات اللي عندي كبار، يعني مخرجين من الثلاجه من قبل، او تستعملوا على قياس المول ديالكم. المول اللي كتستعملوا فيه 3 عملوا 3، ديروا 4 ديروا 4. هنايا عندي القرقاع، واحد نص كاس القرقاع مهرمش، وعندي كاس ديال الخيزو اللي حكيته بحكاكه رقيقه، عندي كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، وجوج خميرات كيماويه، وعندي هنايا قبيصه الملح، وبطبيعه الحال راه عندي الطحين اي الدقيق، وشويه د القرفه راني ما ذكرتهاش هنايا حتى جيت نمونطي. صافي غنطرب البيض ديالي مزيان هنايا مع الملحه. الفانيا بنات ما استعملتها شي، ولكن بالنسبه للقرفه راه كتعوض الفاني. هنايا خديت السكر، حتى السكر البنات عملت غير سكر كلاصي، ما كانش متوفر عندي سكر سنيده، يعني اكتفيت بهذا. صافي كنطرب هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيختفي داك السكر صافي. ومن بعد غادي نزيد الزيت، ودائما كنعبروا بكاس ديال العنبه، يعني هو هذاك هو القياس اللي كنعبروا به دائما. وهنايا كنزيد هنايا كاس ديال الحليب، يكون شويه ما يكونش بارد بزاف، يكون دافي. وصافي غادي نحبس دابا الطراب الكهربائي، وغادي نضيف هاد القرقاع اللي انا مهرمش عندي، ما يكونش محمر لان باقا عطيب الكيكه في الفران وغادي يطيب حتى هو. وعندي هنا خيزو، كنزيد هنا راس معلقه ديال القرفه. صافي دابا غنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم بالطراب اليدوي. صافي البنات كتبقى لي هنايا غير المرحله النهائيه ديال الطحين والخميره. يعني هاد الكيكه كتوجد في رمشه عين، بما انني غنحضرها هيدا لولادي، قلت علاش ما نشاركاش معكم. جربوها حتى نتوما ان شاء الله غادي تعجبكم اذا جربتوها. هنايا كما كتشوفوا معايا زيت كاس ديال الطحين، حتى هو كنغربلوه، ضروري ما نغربلوه. هذا هو الكاس الاول، وكنخلط مزيان بالطراب اليدوي. وعاد باش نزيد الكاس الثاني، انا هنايا ضفت هذا الكاس الثاني. بالحق كيبان لي الخليط ديالي راه باقي خصو الطحين، يعني بقى خفيفه. غادي نزيد هنايا نص كاس اخر، يعني مجموع ديال الطحين اللي استعملت في هذا الكيك هو 2 كيسان ونص ديال الدقيق الفورس. صافي وغنزيد 2 ساشيات ديال الخميره كيماويه فئه 8 غرام، اي 16 غرام عندي. صافي حتى هي كنغربلها مع الدقيق في المرحله الاخيره، وكنخلط هاد المكونات. هنا الفران البنات راني عندي بارد، ما سخنته لا حتى شي حاجه من قبل، يعني كل وحده كتعرف الفران ديالها. وبالنسبه للمده ديال الطياب، ساعه، ساعه الا ربع، ساعه قل 10 ديال الدقائق. يعني كتسوما مره حتى كتفوت نص ساعه كتشوفوها تقلبوها في الطياب واش طلعت ونشفت او لا باقا. صافي هنا الخليط ديالي كما كتشوفوا معايا، يعني هو هذاك القوام ديالو. هنا غادي ناخذ دابا المول، انا اختاريت هذا المول هذا صراحه ديال الصراحه مزيون، يعني الموديل ديالو مزيون، يعني هذا المول العجيب هو اللي غنستعملو. هنا غادي نرشو بالزيت باش عندك يلصق ولا شي حاجه. كما كتشوفوا معايا البنات، انا خديت هاد الرشاشه هادي اللي ولات معروفه بزاف في الاسواق، اللي كنت خديتها ب20 درهم. بصراحه عمليه وكنستعملها بزاف، يعني اللي بغات تاخدها عاد تستغل بزاف بزاف الحاجات. كنعمل بها هكا المقله ديال الحرشه، او كنرش بها هكايا المقله كنكون عند الرغايف بلا ما نبقى ندهنو بيدانا او ببانسو، غير بهاد الرشاشه كتكتافي. وصراحه عمليه وما لصق لي لا كيك لا والو. صافي هنا غادي نرش شويه ديال الدقيق بطبيعه الحال. صافي وغادي نخوي الكيك ديالي كيف العاده، يعني عادي كنخويه وغندخلو دابا الفران وغنخليه حتى يطيب
من بعد غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش جا وانتم معايا. وهنايا كما كتشوفوا معايا من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران، شوفوا معايا كيفاش جات على هذا الشكل، جات رطبه مفشفشه غزاله واللون جات محمره. هنا خليتها حتى بردت باش نعدل الكريمه اللي غادي نزوق بها. هنايا البنات اذا بغيتوا تعمروها بالكريمه ديال الشكلاط او الكريمه د الحامض او الكريمه ديال اللاتشين اللي بغيتوا عملوا. انا ما نعملش الكريمات، غنعمل هنايا واحد الكريمه بالفرماج مثلث او الجبن، يعني كيكون هكاك ديال البواطه، وغنزيد معاها هولالا. صراحه هاد الكريمه كتجي رائعه وكتجي يعني عاقده وكتجي ملحه مفنه. كنتمنى ان شاء الله تعدلوها وتعجبكم. انا هنايا غادي نطرب هاد 3 الفرماجات شويه هيدا نطلقهم بالطراب باش نقدر نزيد له الكريمه وباش تطلع لي ديك الكريمه مزيان. صافي هنايا خديت هاد الكريمه هادي، شريت انا غير صغيره ديال 10 دراهم، ما خويتهاش كامله غير نص ديالها. صافي وغادي نطرب مزيان حتى كتعقد معايا هاد الكريمه صافي باش ندوز نزوق بها بما ان الكيك عندي راه بارد. صافي هنايا كما كتشوفوا معايا الكريمه ديالي راه عقدات. دابا غادي ندوز باش نزين يعني الكيك ديالي. هنايا خديت هاد البوش باش ندير هاد الوريدات. صافي كنزينو بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وانتم زينوه بالشكل اللي بغيتو. صافي كنبقى مستمره هيدا حتى كنعمل هاد الوردات كاملين بشكل دائري، ويعني وحده حدا وحده حتى كنسالي هاد الكميه ديالي وهاد الدائره اللي عندي هنايا في الوسط ديال الكيك. ودابا البنات كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها. هنا بالنسبه للتزيين كاضافي غادي نزيد شويه ديال الفيوتين، كان عندي هنايا بغيت نزيدو صافي، يعني بغيتو تخليوها هكاك خليوها هكاك ماشي مشكل، انا غير غنزيدو عندي موجود وصافي. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتجي الكيكه ديالي، كتجي المنظر ديالها رائع. والمذاق ما نقول لكمش البنات، والتعليكه ديال اللي كتجي من داخل ديال الجزر والكركاع. شوفوا معايا من الداخل كيفاش كتجي مجعبه غزاله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، علاش لا. ولو وصلتوا معايا حتى هنا ما تنساونيش من لايك الفيديو، يعني باش يعاود عاوتاني القناه ديالي تبان عند الناس، لانني انا شهر دابا ما حطيت شي حاجه. ان شاء الله غادي نبقى مستمره معكم مره هكا ان شاء الله يا ربي. وما تنساونيش البنات، وكنقول لكم الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو. خليتكم على خير، بسلام عليكم.